نصيحة على الماشي. عمرك فكرتي إن شخصية طفلك هي اللي بتختار الرياضة مش العكس؟ في دقيقة واحدة بس خليني أقولك السر. أهم خطوة قبل ما نختار رياضة لولادنا إننا نبص لشخصيتهم، طريقتهم، احتياجاتهم، لأن الرياضة الصح مش بس بتقوي جسمهم، دي بتقوي قلبهم وثقتهم بنفسهم. الطفل الخجول أو اللي بيتكسف محتاج يكسر خوفه ويتشجع ويتعامل مع الناس. الرياضة المناسبة الكاراتيه أو التايكوندو يبنوا ثقته من جواه ويعلموه الوقفة الثابتة، أو رياضة جماعية بسيطة يتعامل من خلالها مع ناس قليلة زي البينج بونج أو الريشة الطايرة. الطفل العصبي أو اللي بيتنرفز بسرعة، المشكلة عنده غضب وطاقة سلبية محتاج يفرغها بشكل صح. الرياضة المناسبة السباحة بتهدي الأعصاب وبتنظم النفس والتركيز. الملاكمة أو المصارعة تفريغ الغضب في حركات منظمة بدل ما يطلعه في البيت. 3. الطفل الهايبر أو الحركي زيادة، المشكلة طاقة ما بتخلصش وعايز يجري طول الوقت. الرياضة المناسبة الجمباز، حركة مستمرة وتركيز عالي بيطلع طاقة رهيبة. أو الكورة أو الباسكت، جري وحماس بدون توقف. وفي الآخر الرياضة الصح هي اللي بتخلي طفلك يبقى نسخة أقوى وأسعد من نفسه.